الا ما تعجبكش الدنجال صدقني ورا هذا الفيديو غتولي مدمنه ليه بواحد الطريقه خطيره بزاف. لا الشكل ولا البنه ما نعاودش لكم كيفاش كيجي. كنحتاجو هنا الدنجال كقطعو هكا طولي، حاولوا ما تقطعوش غليظ بزاف على هذا الشكل. وصافي هنا من بعد ما قطعت كميه كل ديال الدنجال اللي عندي غنجيب لاطه كتدخل الفرن، نفرش لها ورق الزبده ضروري، وغندير عليها الجبن محكوك ودرت هنا الجبن احمر. حاولوا تحكوا شويه رقيق صافي. وغنجيب هاد الشرائح ديال الدنجال ونديرهم فوق من الجبن. حاولوا تستوهم شي شويه هكا ملاصقين او مداكسين باش ما يبقاش لكم الفراغات كما كتشوفوا. صافي من بعد ما ستشتهم مزيان ما خليتش نهائيا الفراغات، درت شويه الملح شويه الثوم بودره وشويه زيت الزيتون هكا باش يجينا الدنجال نفم. وصافي غندخل لاطه ديالي الفران اللي مشعل الفوق لتحت، راه ما كياخذش الوقت بزاف باش كيطيب. عندي هنا الحشوه فيها الكرته البصله فلفله كنشحروهم مزيان مع شويه زيت الزيتون ومليحه. كنزيدوا عليهم لاصه الطماطم، ثوم بودره، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الفلفله حمراء. وهنا غنزيد شويه المعدنوس مجفف، ممكن ديروا الطري. صافي كتشحروا مزيان هاد الحشوه. وهنا هي واجده معنا. صافي هنا الدنجال بعد ما كيطيب على هذا الشكل كما قلت لكم ما تخليوش بزاف كيتحمر. صافي كتهيدوه كديروا الحشوه هكا كما موضح في الفيديو. كتحاولوا تخليوه هكا شويه داك الطرف اللي غطيو عليه هكا خاوي. وصافي درت على الحشوه شويه الجبن محكوك. ودابا غادي نلفو او غادي نطويو هاد الدنجال على هذا الشكل كما موضح في الفيديو. راه ساهله البنات، في درتي انا بهاد ورق مصومطه. صافي كتكويوه على هذا الشكل. شوفوا معايا البنات دابا الجبن اللي درنا فوق من اللاطه كيفاش لفق الدنجال، يعني ما بقاش مفروغ من ردياته. صافي نبت ليه الجبن وشويه معدنوف ودخلت الفران باش يديكراتينا ويذوب داك الجبن. شوفوا ما شاء الله البنات كيفاش كيخرج على هذا الشكل. هنا قطعته معاكم كيفاش كيجي للداخل. صراحه البنات تيجي فيه واحد المذاق خطير بزاف وبنين. ضروري خافكم تجربوا معايا هاد الوصفه، زوينه بزاف لا في الشكل ولا في المذاق.